يا رب ما يكون حد شافنا. ربنا يستر ربنا يستر. هاتوها لي، حطها هنا وانا هعرف ازاي افوقها من البنج ده. اهدي اهدي يا ديدا وبالراحه، دي نجمه كتكوته صغنططه. اهدي. حرام عليكم اللي تسوونه، شلون تكتفونها وتربطونها وتحطوا لها شريط لاصق ما تقدر تتنفس يصير فيها شيء. هتتنفس من مناخيرها يا اخويا. خلاص يا ديدا. يا احمد مبدأ الرحمة مرفوض، لازم تشيله من دماغك خالص. امال هتتعلم تبقى مجرم ازاي؟ انت هتديله كورس تعليمي دلوقتي؟ ما تخلينا في السنيوره دي. انا تبوظ لي شهر العبله ب 35 جنيه ده. خلاص يا ديدا ما تعيطيش. بس كان على 35 جنيه انا هديهم لك، بس حرام عليكي بالراحه عليها، دي بسكوتايه. دي روشتني يا بص، مرة تعمل فيها السندريلا ومرة تعمل ازيكم انا جاي اخدم عندكم. ما ترسى على حالي، انت خدامة ولا بنت ناس؟ دي بنت ناس قوي. اخرس يا عم النحنوح. بصراحه يا ديدا انت عندك حق، دي مرة عملت فيها شهرزاد وقعدت تحكي حكاوي السنين لدرجة ان انا ما كنتش بنام، ولما نمت حلمت بيها. وانا ياما سهرتني الليالي. وانا بقى هجيب لكم حقكم وهقطعها بسناني. اهدي اهدي يا مفترية اهدي. اوف. عصام. ايوه. انت طلعت جامد اخر 9 حاجات يا عصام، حقيقي والله. سيناريو الخطف اللي انت عملته كان جامد جدا. تلميذك يا بص. ده عشان فيك. هنعمل ايه في النجمة بتاعتنا بقى؟ للأسف مش هتلحق تعمل حاجة يا بص. يخرب بيتك، انت بلغت عننا؟ أكيد طبعا. الله يخرب بيتك، طول عمري بقول عليك حرام فاشل. الله يخرب بيتك. يا ترى العصابة خطفت مين النهارده؟ إلهام شاهين ولا حنان ترك ولا منى زكي؟ مستنيينكم الحلقة الجاية عشان تعرفوا عصابة خاطف النجوم هتخطف مين.